أهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وفي الفيديو ديال اليوم. بغيت نشارك معكم هاد الفطائر هادو اللي كيجيو محشيين بالدجاج وبالفرماج من الداخل، كيجيو لذاذين بزاف. ندوزو لطريقه التحضير. غادي تحتاجو شويه ديال الزيت ديال العود، غادي ديروها تسخن وغادي ديروا عليها واحد الفص ديال الثومه وتخليوه حتى يتحمر شويه، وغادي تضيفوا عليه واحد الحبه ديال البصله اللي مفرومه مقطعه بشكل رقيق بزاف، وغادي تخليوها حتى تدبل شويه، وعاد غادي نضيفوا عليها الكميه ديال الدجاج اللي عندنا صافي. وهنا كذلك حتى الدجاج غادي نحاولوا اننا نشحروهم مع بعضياتهم، وغادي نخليو حتى الدجاج حتى يبدا يطيب شويه. عاد غادي نضيفوا ليه التوابل. بالنسبه للتوابل غادي تضيفوا البزار والسكينجبير والملح وشويه ديال الفابريكا فقط للون. هنا كنبقاو نحركو، نزيدو شويه ديال الزعتر نسمو به، وغادي نزيد مازال نغطي على داك الدجاج ونخليه يطيب هو ديك البصله حتى يطيبوا مزيان. هنايا من بعد ما طاب ليا الدجاج دابا عاد غادي نضيف هذيك الكميه ديال المعدنوس اللي عندي. عاد غادي نضيف له شويه ديال المعدنوس مقطع. انا المعدنوس ما كنضيفو حتى الاخير باش يبقى شاد في المذاق ديالو. وبالنسبه للزيتون المقطع ما غاديش نضيفو دابا حتى طيب الحشوه وتسالي، عاد غادي نضيفو. بالنسبه للملح انا ما درتش الملح مع الدجاج والبصله وداكشي بزاف، درت غير شويه. هنا غادي ندوزو للعجينه. غادي نحتاجو 2 كؤوس ديال الحليب دافئ، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال خميره الخبز ومعلقه ديال السكر، وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم ونخليهم يتفاعلوا. غادي نزيدو عليهم واحد الكأس ديال الدقيق، هكذا صافي. وغادي نخلط هاد المكونات هادو. بالنسبه لهاد العجينه هادي راه كتجيكم رطبه بزاف، كتجيكم ناجحه، يعني ممكن انكم تستخدموها في بزاف ديال الفطائر ماشي غير في هادو. وتضيفوا عليها واحد الساشي ديال خميره الحلويات صافي. هنايا غادي نخلطهم وغادي نغطيهم ونخليهم يتفاعلوا شويه واحد 10 ديال الدقائق. عاد غادي نضيف باقي المكونات. راه دغيا كتفاعل لكم ديك الخميره الخبز فقط باش تفاعل، باش منين ديروها ما تنفخش لكم بزاف في الفران، كتساعدكم على الاختمار صافي. هنايا غادي نغطيها نخليها ترتاح ونرجع لكم. هنايا من بعد ما ارتاحت ليا 10 دقائق غادي نكمل ليها الكميه الباقيه ديال الدقيق. هنايا غادي تحتاج ليا تقريبا واحد الكاس ونص ديال الدقيق. غادي ندير الكاس الاول وغادي نحاول انني نخلط هذيك العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه حاولوا انكم ما تقصحوهاش بزاف، خليوها شويه رطبه فقط انها تجمع لكم وما تبقاش تلصق لكم في اليدين وتحبسوا عليها العجين. هنا غادي نزيد الكاس الثاني، عفوا الثالث يعني ديال الدقيق. درنا كاس في الاول مع الحليب وزدنا كاس الثاني وهذا الكاس الثالث وصافي. غادي نحبسوا العجينه. هنايا غادي نكمل باقي مراحل ديال العجينه ونرجع لكم صافي. هنا من بعد ما عجنت العجينه ديالي قسمتها على 2 كويرات. خديت ديك الكره الاولى وبديت كنطلق فيها بهذا الشكل هذا. خديت ورق الطبخ وحطيتها في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران هكذا بشكل طولي. درت عليها شويه ديال الفرماج الموتزاريلا هكذا من التحت بحال باش تجيني غير شويه يطلق ليا شويه المذاق، شويه تجيني معلكه. وغادي نضيف عليها ديك الكميه ديال الدجاج، نحاول انني نسرحها على العجينه ديالي كامله. هنا نتوما كما شفتوا حتى الاخير عاد ضفت الزيتون، حيت الزيتون مالح. داكشي باش قلت لكم انني ما درتش انا في الحشوه الملحه بزاف من الاول، درت غير شويه فقط صافي. هنا غادي نحاول انني نوزع هذيك الحشوه مزيان. هنا من بعد ما وزعتها غادي نضيف هذاك الجبن اللي بقى ليا، داك الشيء ديال الفرماج غادي نزيدو.
شويه ديال الزعتر، او الا عندكم اعشاب منسمه ضيفوها ليها من الفوق. وهنايا غادي نسدها من الجوانب. بالنسبه للسد الجوانب سدوها على الطريقه ديال اي واحد كيف ما بغيتو نتوما تسدوها، فقط انها وتقبوها شويه بحر باش ما تنفخش لكم في الفران. وهنايا درت لها شويه ديال الفرماج على الوجه ديالها اللي غادي يطيب، وكتجي لذيذه بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها وتردوا لي في لي كومونتير. الى اللقاء ان شاء الله، ونتلاقاو في مزيد من الفيديوهات والوصفات. مع السلامه.